في كارثة جديدة تنضاف إلى سلسلة كوارث الطيران المدني في العالم، تحطمت اليوم طائرة من نوع إيرباص 320 بالجنوب شرقي الفرنسي. الطائرة كانت تؤمن رحلة بين مدينتي برشلونة الإسبانية وديسلدورف الألمانية. خلال رحلتها بين مدينتي برشلونة الإسبانية وديسلدورف الألمانية، سقطت طائرة من نوع إيرباص 320 تابعة لشركة جيرمان وينكس الألمانية قرب بلدة برشلونات بمنطقة الآلب الواقعة بجنوب شرق فرنسا، مخلفة بذلك 150 قتيلا دون أي ناج يذكر. كان من بينهم 144 مسافرا معظمهم ألمانيون حسب ما أورده وزير النقل الفرنسي. الكارثة تلاها سيل من ردود الأفعال كان أبرزها للرئيس الفرنسي والملك الإسباني خلال لقائهما بقصر الإليزيه. نحن في حالة حزن، وأكدت للملك بأننا نسخر كل الإمكانيات لمعرفة أسباب الحادث من جهة، والعثور على جثث الضحايا من جهة أخرى. الحادث وقع في منطقة من الصعب جدا الوصول إليها. يوجد عدد مرتفع من الأسبان من بين الضحايا، إضافة إلى الألمان والأتراك كذلك. وفي هذه اللحظات الملكة والرئيس هولندا والوزراء نتقدم بالتعازي لكل العائلات التي فقدت عزيزا في هذا الحادث. إلى ذلك أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف عن العثور على أحد الصندوقين الأسودين، فيما رصد شهود عيان آثار دخان في السماء قبل أن يصل إلى مسامعهم صوت انفجار لحظات بعد سقوط الطائرة. كما نفت أجهزة الطيران المدني الفرنسي تلقيها لنداء استغاثة من طاقم الطائرة المنكوبة، لتبقى كل الاحتمالات واردة حول ملابسات الحادث، وهو ما أكده رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي لم يستبعد أي فرضية في هذه المرحلة. ويعتبر هذا الحادث الأكثر مأساوية بالنسبة للطيران المدني في فرنسا منذ حادث طائرة الكونكورد في صائفة عام 2000، والذي أودى بحياة 113 راكبا. تفاصيل تحطم طائرة الإيرباص 320 قد تتضح مع العثور على الصندوق الأسود، ليثار سجال من جديد حول كوارث الطيران المستمرة رغم التطور التكنولوجي في هذا المجال، خاصة وأن العام الماضي كان من أسوأ الأعوام في تاريخ الطيران المدني. وسيم الدالي للتلفزة الوطنية التونسية، باريس.